مساء الخير صديقاتي أصدقائي متابعي قناة كيمة نيوز. كل سنة وانتم طيبين تاني بمناسبة ثورة 30 يونيو. الثورة اللي كلنا كان عندنا أمل بأنها تغير كل حاجة في حياتنا من السيء للأحسن. الثورة اللي قال فيها وزير الدفاع قبل ما يبقى رئيس: هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه. الكلام ده كان في 2013. النهاردة احنا في 2026، يعني بعد 13 سنة، ولسه برضه هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه. يمكن الفترة الأولانية لغاية 2016 كنا حاسين بإن في حاجات بتتعمل عشان المصريين كده، وطرق وكباري ومدن جديدة ومحطات كهرباء واكتشافات غاز وحاجات كتير. بس بالتدريج ابتدينا نحس إن كل اللي بيتعمل ده مش عشان المصريين، ده بيتعمل للوافدين بكل أنواعهم بقى، مستثمرين اللي معظمهم طبعا خلاجة وخصوصا الإماراتيين، ولاجئين ومهاجرين غير شرعيين وهكذا. وابتدينا نحس ان الاهتمام الاكبر مبقاش متجه للمواطن المصري، الاهتمام بقى متجه لرجل الاعمال والمستثمر سواء كان مصري او اجنبي. سياسة الدولة بقت اهم اهدافها هو جمع الدولار باي شكل من الاشكال، وكل من يدفع تبقى له الاولوية القصوى. صندوق النقد بيدينا قروض يبقى نطاطي لصندوق النقد، الاتحاد الاوروبي بيدينا بعض الفوتات من الدولارات يبقى برضه نطاطي للاتحاد الاوروبي. الامارات بتشتري مننا الاراضي والشركات والبنوك ولو باقل من قيمتها الحقيقيه يبقى نطاطي للامارات. المستوطنين واللاجئين عايزين يشتروا عقارات يبقى نفتح لهم الباب على مصراعي ويتملكوا اي عدد من العقارات، ان شاء الله 1000 عقار. وسيبك بقى من خطر التغيير الديموغرافي والكلام الهجص اللي بيقولوا العلم ده، سيبها على الله، احنا ماشيين بالبركه. مش الرئيس بيقول ان ربنا اداله حاجه احسن من الفلوس اسمها البركه؟ ما احنا في زمن المعجزات. الدوله بقت عامله زي الشركات المالتي ناشونال، دوله بيزنس وبس. ما هو يا ريته بيزنس رشيد، ده بيزنس البركه اللي من غير اي دراسه، اللي طبعا كله خساير. بقى نظام أبجني تجدني، لدرجة إن الاحتفال والفرحة بثورتنا ضد الإخوان ما بقاش لها أي طعم. كل سنة الفرحة والبهجة بتقل عن السنة اللي قبلها، لأن كل سنة أنت كمواطن بتفتقر أكتر. مش عايز أجيب لحد اكتئاب، بس هو ده اللي حصل بالفعل، ولو ما واجهناهوش يبقى بندفن راسنا في الرمل. موضوع الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم ده ما كانش المفروض يحصل بالسرعة الرهيبة دي في بلد فيها معدل الفقر وصل ل 30%، ودي طبعا الأرقام الرسمية، إنما لو بصيت للحقيقة هتلاقي نسبة أكبر بكتير. الكارثة الكبرى بقى بدأت تحصل من يوم ما تولى السيد مدبولي رئاسة الحكومة في 2018. أدموا علينا كان زي الفل بصراحة، الراجل زي ما يكون حد سلطه على المصريين. من 2018 لحد النهاردة جاب المصريين الأرض بالمعنى الحرفي. أنا مش بجيب الكلام ده من عندي، اسمعوا كده الأرقام اللي قالها النائب عبد المنعم إمام في جلسة من جلسات التصويت على الموازنة العامة في مجلس النواب. مصطفى مدبولي بيتكلم على ان احنا احسن من غيرنا، مصر الوحيده في العالم اللي لما الاسعار بتزيد ما بتزودش بسرعه وبتاجل. طيب الدكتور مصطفى مدبولي تولى في 2018 والنهارده 2026، الكهرباء زادت 762%، المترو زاد 925%، اسطوانه البوتاجاز 1150%، الغاز الطبيعي 1500%، البنزين 594%، الدواء 300%، مواد البنا 600%، الفراخ البيضاء 450%، اللحمه 500%، سعر الصرف الرسمي 186%، التضخم من 8% ل 40%. لكن احقاقا للحق الاجور الحمد لله زادت من 1200 جنيه ل 8000 جنيه، ارتفعت 400%، لكن الحقيقه انها بالدولار كانت 168 دولار بقت 122 دولار. هذا ما نقدمه للمواطن المصري، هذه هي حقيقة الأرقام. الحقيقة أن المواطن المصري النهاردة بقى عنده شعور متزايد أنه كل اللي ما يخصه بقى مسار قلق، مسار ضجر، مسار خوف على مستقبل. الأسعار بتلتهم الدخول، الخدمات بترهق الناس، والمستقبل يبدو أثقل من ألا يحتمل. أنا باسمي وباسم حزب العدل برفض هذه الزيادة. شكرا فندم. ده مش كده وبس، ده انت كمان لو كان معاك 200,000 جنيه في 2018 كان ممكن تشتري بيهم عربية مثلا نيسان صاني ولا شيفروليه اوبترا.
النهاردة انت عايز 800,000 جنيه عشان تشتري نفس العربية، يعني 4 أضعاف المبلغ. يعني الفلوس اللي معاك دلوقتي يا دوب تشتري بيهم ربع عربية أو تدفعهم مقدم والباقي تقسطه بفايدة 20% على الأقل، وقبل ما تكمل الأقساط هتتعثر في الدفع طبعا، وده كله بسبب التضخم المستمر وتتحبس. ومع كل الفشل اللي بيحصل ده تبص تلاقي القاهرة 24 نشرة خبر بيقول إن وزير الإعلام بيعين 22 مستشار ومساعد لسعادته. 22 مرة واحدة، تخيلوا؟ أما لو كان وزير دفاع ولا خارجية كان عمل إيه؟ طبعا هيقوموا بشغل جبار. شوف يا سيدي، نبدأ بالمساعدين الأول وبصرف النظر عن الأسماء. مساعد الوزير للصحافة الإلكترونية، ومساعد للاتصال الرقمي، ومساعد للتحديث المؤسسي، ومساعد للتواصل الحكومي والبرلماني، ومعاون للمتابعة. ندخل بقى على المستشارين والمنسقين. مستشار للسياسات الإعلامية، ومستشار لشؤون الاتصال العام والتدريب، ومستشار للإعلام الخاص المرئي والمسموع، ومستشار للصحافة المطبوعة، ومستشار للإعلام القومي المرئي والمسموع، ده غير اللي قبله على فكرة، ده القومي وده الخاص، ومستشار للتطوير وتقييم الأداء، ومستشار للمحتوى الصحفي، ومستشار للقضايا الاجتماعية. دول بقى غير رئيس وحدة حقوق الإنسان، ومنسق تكافؤ الفرص، ورئيس وحدة الدراسات المتخصصة، ومنسق شؤون التنظيمات النقابية، ومنسق شؤون الإعلام والصحافة الخاصة والحزبية، ومنسق شؤون الهيئات الإعلامية والصحفية، ده برضه غير مستشار التطوير اللي قبله، ومنسق تكافؤ الفرص، ورئيس وحدة الرصد والتحليل. بس يا دوب يا جماعة، ما هي وزارة كبيرة برضه، وبعدين مهمتها صعبة جدا ودقيقة. بصرف النظر عن إننا ما كانش عندنا وزارة إعلام لفترة وكانت كل حاجة زي الفل، بس الوزارة دي بكم المساعدين والمستشارين والمنسقين دول أكيد مش هتخلي الصحفي ولا إعلامي ولا حتى بلوجر ينطق بحرف واحد ينتقد فيه فراش شغال في الحكومة. ده ولا صلاح مصر رئيس البوليس السري أيام عبد الناصر، وكله تحت عنوان الحفاظ على الأمن القومي طبعا. طب بصرف النظر إن وزارات الإعلام دي مش موجودة إلا في عدد من الدول العربية وبعض الدول النامية، وتحديدا السعودية والكويت وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وقطر والسودان والصومال، بالإضافة للهند وباكستان وإندونيسيا وميانمار وصربيا وفيتنام. يعني عمرنا ما سمعنا عن دولة أوروبية أو متقدمة وفيها وزارة إعلام. الإعلام ده حر بيشتغل براحته خالص في الدول الديمقراطية ومحمي من الدولة هناك، ولو حصلت أي تجاوزات المحاكم موجودة، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. إنها بلاش ناخدها من الجانب ده، إحنا هناخدها من جانب الدولة اللي حالتها الاقتصادية تصعب على الكافر. إزاي في وزارة واحدة يمكن الاستغناء عنها أو ما كانتش موجودة أصلا يتم تعيين 22 مساعد ومستشار؟ ده النواب في المجلس بيقولوا إن رواتبهم بتوصل ل400,000 جنيه، يعني المستشار الواحد بيقبض حوالي 5 مليون جنيه في السنة. ده النائبة سراف درويش بتقول إن في واحد منهم بياخد نص مليون جنيه في الشهر، والمواطن بياخد 4000 جنيه. يعني بحسبة بسيطة كده، لو اعتبرنا إن الواحد في المتوسط بياخد 200,000 جنيه، يعني سعادة الوزير محتاج يدفع كل شهر 4 مليون ونص تقريبا أجور مساعدين ومستشارين في بلد الحد الأدنى للأجور فيها 8000 جنيه. كل ده طبعا تحت إدارة السيد مدبولي وبرعاية رئيس الدولة. والله الواحد مش عارف يقول إيه. يعني ما فرقتش كتير عن أيام مرسي لما كان بيعزم الجماعة في قصر الاتحادية ويجيب لهم بط وحمام ومحشي والكلام الفارغ ده، بس دي بقى بطريقة شيك شوية. كل ده بيحصل ونيجي على مواطن غلبان ساكن في منطقة فقيرة نبعت له بتوع الكهرباء عشان يشيلوا له العداد ونضلم حياته هو وأهله وعياله، وهو كمان مش موجود في البيت.
تخش بيتنا يا باشا انت وهو يا باشا من غير ما تكلمنا؟ نعم. ازاي تخش بيتنا يا باشا من غير ما تكلمنا؟ خليل قال للعداد كلمنا بس، كلمنا. انتوا جايين تعملوا ايه بقى هنا؟ شوف العداد ده عليه فلوس حصلوا ايه؟ 20. حصلوا فلوس كهرباء؟ طب فين ورونا كده اوراقكم الرسميه كده. نعم. اوراقكم الرسميه. تعملوا ايه عندنا هنا؟ نعم. تعملوا ايه عندنا هنا؟ وازاي حضرتك دخلت البيت عندي من غير ما تكلمني ولا من غير ما تقول لي ولا من غير ما تتكلم؟ ما ردتش عليا. يعني ايه ما ردتش عليك؟ انا هو انا جنبك اهو. والله؟ انا معاك اهو، انا معاك اهو. انا معاك اهو. ايوه ما انا هصور، ما انت فاكر ايه؟ ما نشوفكم بقى انتوا دخلتوا البيت عندي ازاي ومش عارف انت. ايوه ما انا هقول لك اهو كل حاجه. انتوا دخلتوا البيت ازاي؟ انا عايز اعرف. انتوا دخلتوا البيت باي صفه؟ دخلتوا بيتنا باي صفه؟ داخل العداد بتاعنا. انتوا دخلتوا بتاعكم منين؟ بتاعكم منين؟ كلمتونا ازاي؟ كلمتونا؟ قعدنا ندعي على حضرتك ما ندهتش ولا عملت حاجه انت ما ندهتش ولا عملت حاجه. 7400 نعم 7400 7 ايه؟ 7400. بقول لك ايه، احنا مش هندفع وانا مش معايا ادفع، انا تعبان، انا مواطن مصري وتعبان. ما تجيش تخش بيتي من غير ما تقول لي. بس بالراحه. ما انا هقول لك كل حاجه دلوقتي وانت فاكر ايه؟ وانا هسيبكم؟ لا علووا صوتكم ايه؟ علووا صوتكم ايه؟ بس كده شالوا العداد بتاع الراجل اللي كان اخره يدفع 100 جنيه في الشهر ودلوقتي عليه 7000 جنيه، وطبعا زي كتير جدا من المصريين مش قادر يدفعه. دي كانت هدية الراجل ده بمناسبة الثورة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة ثورتنا العظيمة.